السلام عليكم، كيفاش مزيانين؟ نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم غادي تعلموني ندير كسكسو لاول مره. اول حاجه شاهدت واحد الفيديو هذا كيفاش كيديروا كسكسو، وثاني حاجه رقدت الدجاج ديالي واحد الليله قبل في الماء، سكينجبير الحامض الخل والملحه. لا غد ليه مشيت شريت الخضره، هنايا كنغسلها كامله حبه حبه مزيان باش نحيدو منها كاع التراب وكاع داك الوسخ اللي كيكون فيها. هنايا كيف ما كتشوفوا دزت نقطع الخضره ديالي ونقشرها كامله. كما كتشوفوا عندي القرعه الخضراء، خيزو، اللفت، مطيشه، البصله، البطاطا، المكور والقرعه الحمراء. دابا من هاد جوج بلاصات الهبل اللي عندي، وحده غادي نقطعها بهذه الطريقه اللي كتشوفوا طويله، والاخرى غادي نشلضها. تقدروا يا اما تشلضوها نتوما مربعات ولا تستعملوا الماكينه كما استعملتها انا اللي سهلت عليا الامور. كيف ما كتشوفوا جديت البصله ديالي فرشتها، درت عليها الدجاج ودرت عليهم العطريه. في العطريه استعملت الملحه، البزار، شويه نتاع الخرقوم، الزعفران، سكينجبير مطحون، شويه ديال زيت البلديه وزيت الروميه. المقادير كيبقاو على حساب الكميه اللي دايرين، تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا. منين شفت الدجاج ديالي صافي بدا كيتعس ليا مع هذيك البصيله تشحر مزيان، كنزيد واحد الحبه ديال المطيشه والربيطه نتاع القزبر والمعدنوس ديالي. هنا في واحد البانيو جيت باش نبسبس الكسكسو ديالي. خويت واحد 750 غرام ديال الكسكسو، درت عليها المليحه وبديت كنرشها بالماء شويه بشويه باش كتفزق مزيان وكيبقى مفرك. هانتوما كتشوفوا بقيت كنخدمو هكا شويه بيديا، ومن بعد زدت عليه شويه الماء وخليته يرتاح. من بعد ما دازو واحد 10 ديال الدقائق خويت على ديك الدجاج ديالي مع مطيشه والبصله المسخون، خليته يغلى شويه ودرت الكسكاس باش فورت الطعام ديالي. دابا كيف ما كتشوفوا غادي نشد الكروم ديالي، غادي نقطعو، درت انا غير نص ديال الكروم وغادي نسلقو في الماء في الاول، عاد نديرو مع الخضره. علاش؟ لحقاش فيه واحد الريحه وواحد الجهد اللي يقدر يخسر لنا المرقه. هنايا صافي كسكسو ديالي فرد التفويره الاولى، غادي ندوزو لواحد الاناء، غادي نرشو شويه بالماء، ماشي نفزكو غير نرشو، وغادي ندير شويه د الملحه، ما غاديش نكثر لحقاش ديجا درنا المره الاولى، ومن بعد غنرش عليه شويه ديال الزيت ما تكثروش حتى هو لحقاش سينو غيجيكم ميدم. منين تحسوا بالدجاج ديالكم طاب صافي غادي تحيدوه وديروه في واحد الطبسيل ابار باش نقدروا نديروا الخضره ديالنا في هذيك المرقه وطيب عليها خضره. هنا بديت كنستف الخضره ديالي كامله وزدت عليه حتى هذاك المكور اللي سلقت من قبل.
هنا نزدت شويه ديال الماء لحقاش المرقه اللي درت قبل جات قليله. الا وقع لكم بحالي وخصكم تزيدوا الماء، ديروا واحد كنور على هذيك العطريه مع على هذيك الماء وشوفوا واش مازال خصها العطريه ولا لا. الا شبان خصها العطريه زيدوا شويه العطريه، عندكم ميزانكم حتى المرقه تبان. الحمص انا شديته صفيته غسلته مزيان من هذوك المواد الحافظه اللي كيكونوا فيه، لحقاش استعملت هذاك اللي كيكون مسلوق. زدت عليه واحد جوج مغرفات نتاع الملقه وواحد نص كنوره وخليته يغلى مزيان حتى يختار. دابا كندير التفوره الثانيه نتاع كسكسو بس صافي ان شاء الله ندوزو نسقيو. ملي المريقه ديالي كتكون واجده، الحمص ديالي حتى هو والكسكسو مفور، صافي كندوز نحط كلشي في الطبسيل ونسقي. واحد الحاجه اللي ما صورتهاش هي بانني الدجاج راني عاود درته في المرقه ديالي قبل من الغليه الاخرى باش هكا يقبط المذاق ديال الخضره وكلشي مع بعضه، وعاود حيدته باش نقدر نقدم على خاطري. وحتى هنايا وصل الفيديو نتاع اليوم. الصراحه عجبني بزاف نجرب هذا الطبق هذا ديال البلاد ديالنا، واحد الطبق اللي هو كيبان صعيب بزاف ولكن الا جربتوه غادي يبان لكم بانه ماشي صعيب حتى لهذيك الدرجه. شكرا بزاف للام ديالي اللي عاونتني نقدر نصاوب هذا الكسكسو. ما تنساوش سبسكرايب لايك اند كومنت، وشكرا بزاف، الى اللقاء.